ملخص فيلم وش في وش. بيبدأ الفيلم بمشهد ان شريف بيتفرج على صور قديمة ليه هو ومراته على التابلت. بعدها بنلاقي شريف بيكلم صاحبه انه يجيله البيت بسرعة. بيوصل للبيت وبيلاقي صحابه هما كمان تحت، فاصحابه بيقولوله ده اهل مرات شريف فوق، وبيكون في خناقة بينه وبين مراته، وبيقولوله اطلع لهم انت، وبيطلع لهم. بنلاقي اهل مرات شريف بيقولوا انه هيطلقها الصبح، وصاحبه وائل بيوصل وبيكون هيتخانق مع اخو مرات شريف، بس شريف بياخده وبيدخلوا جوه، وامها بتقول لابوها رن على المحامي عشان يجي. بيبدأ يحكي لصاحبه اللي حصل، بيقوله انهم كانوا بيتخانقوا ويزعقوا، ورنت على مامتها وامها فضلت على السكة وسمعت خناقتهم كلها. امها سمعت كده جابت جوزها وابنها وجم البيت عشان يطلقوها منه. قالوله انت ازاي تزعق لها كده، احنا لازم نطلقها منك. وابوها بيقوله احنا هنبات هنا النهارده لحد اما تطلقها الصبح. وحماه وهو جاي يكلم ابو شريف وامه، وقال لهم ابنكم بيتخانق مع بنتي، وجابهم هما كمان. اهلهم قعدوا مع بعض واتخانقوا، وقالوا ان لازم شريف يسيب البيت، بس اهله مرضوش وقالوا ان هما كمان هيباتوا في البيت. بنلاقي الباب بيخبط، وبنلاقي سواق ابو مراته جاي بيجيب له الدواء بتاعه، فابوها بيقوله خليك هنا معايا هحتاج لك، وبيقول لشريف انه هيبات معاهم. بيبداوا يتخانقوا مع بعض لان شريف بيطلب النوم لما يتطلقوا يشوف ابنه، فابوها بيقوله هتشوفه مرة في الاسبوع. صحابه اللي تحت بيسمعوا صوت الخناقة فبيطلعوا بسرعة، ووائل صاحب شريف بيتخانق مع اخوها وبيقعوا يكسروا الازاز واخوها بيتعور، وبيدخل يجيب سكينة من المطبخ. صحاب شريف بيكونوا وصلوا وبيكسروا ازاز الباب وبيقعدوا يخبطوا على الباب، والجيران كلها بتتلم. بيحاولوا يفتحوا الباب بس الباب بيكون باظ لان صحاب شريف قعدوا يخبطوا عليه جامد وبوظوه. بينزلوا يدوروا على حداد عشان يفتح الباب، بس بيكون الوقت اتأخر ومفيش حد فاتح. بيبدأوا يعملوا نفسهم انهم بيكلموا له، وهو اصلا على المعاش من 8 سنين، وبيقولوا ان حصل عليهم اعتداء. واهل شريف برضو نفس الكلام، بيعملوا نفسهم بيكلموا حد مهم. ام شريف بتدخل تسأل داليا مراته، بتقول لها انت عاوزة تتطلقي منه؟ وبنكتشف انها عاوزة تقعد في البيت ده، وبيكون ايجاره في الشهر 10,000 جنيه وهيزيدوا يبقوا 16، وهو معهوش يدفع كل ده. السواق بيكون قاعد مع اللي بتشتغل عند شريف ومراته، وبيستغربوا ان الناس دي بتعمل كده في نفسهم. ابوها بيقول لشريف احنا هنجيب لك ورقة تمضي عليها عشان يضمن حق بنته. بيوافق شريف بس بيكون عاوز شرط في العقد انه يشوف ابنه، بس بيرفضوا الشرط ده. فابو شريف بيقول لهم واحنا مش هنطلق، ارفعوا قضية طلاق. بيطلع ابنهم من جوه وبيروحوا يحضنوه، وابنهم بيقول لهم انه خايف لانه سامع صوت زعيق. فامه بتاخده وبتاخد صاحبتها وبيدخلوا جوه. داليا بتدخل المطبخ وبتقول لشيماء تدخل تلم حاجة ادهم ابنهم في شنطة. بيدخل وائل يجيب بيرة من التلاجة وبيفضيها في مج حراري. بيقف شريف معاه في المطبخ وبيقوله ما تتجوزش وما تخلفش. بتدخل شيماء الأوضة عشان تلم هدوم ادهم في الشنطة. السواق بيقول لشيماء انه حبها ومستعد يتجوزها اول لما الباب يتفتح. بيحكي لصاحبه تاني ان مراته شتمته، وبيكون بيقول لها انها بتشتري حاجات كتير وملهاش لازمة في البيت، وبيتخانقوا تاني. وامها بترن وهو بيكسر في الحاجات في البيت. وداليا بتكون قاعدة بتبرر لصاحبتها وانها ما عملتش حاجة وما قالتلوش حاجة. وبيطلع السواق متجوز ومخلف، وشيماء بترفض انه يتجوزه وبتهزقه. فبيقول لها اخو مهاب باشا متجوز على مراته وهو كمان شاهد على العقد. بيدخل ابوها ويقول لها انه بيكلم المحامي وهيجيب حقه، وبينادي على شريف. ابوها بيقوله انه هيعرف يجيب حق بنته كويس، بس المكالمة بتقطع وابو شريف بيقوله تقريبا الباقة خلصت.
وائل بيدخل عشان يتكلم مع صاحب داليا وبيقول لها حاولي تكلمي داليا لحلوا الموضوع سوا علشان الولد ما يتبهدلش. بنلاقي اهل شريف هما كمان رنوا على محامي وبيبداوا يكلموا في بعض. صحاب شريف بيبلغوا الحكومة عشان ييجوا ويفتحوا الباب. الحكومة بتطلع وبتبدأ العيلتين يشتكوا من بعض للظابط. الظابط بيطلع بيقول لهم ممكن تفتحوا الباب، بس بيقولوا له انه ما بيفتحش. بس الظابط بيقول انا ما اقدرش افتح الباب الا باذن من النيابة. ام داليا بتقول له جوزها ضربها، فالظابط بيسألها هل حد اتعدى عليكي بالضربة او غيره، فبتقول له لا، فبيقول لهم ده خلاف عائلي. بس ابو داليا بيقول له انه ما يسيبهمش ويفتح الباب. بيقولوا انه لو فتح الباب هيعمل محضر لجوز بنته وكمان محضر لابنه بالتعدي بالضرب على جوز بنته، بس بيرفضوا فبيمشي الظابط. صاحب شريف بيروح لجاره وبيطلب منه مفك علشان يفتح الباب. بيعمل حجة ودخل بيت جاره وبيطلع من البلكونة عشان يوصل لصاحبه، وفعلا بيطلع لهم وبيقعد معاهم. اخو داليا بيشوف صاحب شريف وما يعرفش ان هو دخل هنا ازاي. بيروح يقول لاهله، وكمان السكينة اللي كان ماسكها مش لاقيها وخايف يكون حد اخدها. بتدخل داليا وبتقول انا عاوزاه يطلقني ومش عاوزة فلوس، واخوها بيقول السكينة معاهم وهيأذونا، بس شريف بيقول ان السكينة كانت معاه من اخر مرة وبيتكلموا مع بعض. ام شريف بتقول ان كان عندها شغالة ورفعت قضية وقعدت 3 سنين في المحاكم. فابو داليا بيقول بنتي مش شغالة، دي بنت ناس وبتسمعهم اللي بتشتغل عندهم وبتتأثر من الموقف والكلام. بيكون السواق في المطبخ وبيحط حبوب في المشروب اللي هو عمله. بتدخل شيماء عليه وبتاخد المشروب ده وبتشربه. صاحبه بيقعد مع عيلة داليا وبيتكلم معاها، يقول لهم داليا وابنها مش هيكونوا في امان غير في بيت جوزها، ولو الناس عرفوا انها متطلقة ممكن حد يخطف ابنها. ابوها بيزعق وبيقول انت بتهددنا وبيتخانقوا. بيدخل وائل وصاحبه يقعدوا وبيحسوا بالملل، فبيقرروا يلعبوا بلاي ستيشن. وبيدخل اخو داليا وبيقول له تعالى اقعد معانا ونعمل هدنة، فبيوافق وبيدخل. بيقعدوا يتكلموا عن الماضي وان اخو داليا كان واخد فلوس وطلع صاحبه هو اللي حرامي، فبيقول له انهم مش جايين يتخانقوا. وشيماء بتعمل دماغ من المشروب اللي شربته، وابو شريف بيقول له شربتها ايه بس، بيقول له انه كان عامل المشروب ده ليه هو، بس هي اللي شربته. فبيقول لهم هاخدها شربها ميه بملح تجيب اللي في بطنها وهتفوق. الظابط بيبعت لهم حداد عشان يفتح لهم الباب، بس ابو داليا بيغلط فيه فبيطلب انه يعتذر له ويدفع 200 جنيه. وبيعاكس داليا فبيتخانقوا معاه، فبيصورهم لايف على الفيسبوك وبيفضح العيلتين قدام الناس كلها، والناس كلها بتتفرج على اللايف. بعدها بيحاول يفتح الباب بس بيقولوا انه مش عارف يفتحه لانه محتاج العدة اللي في الورشة، والورشة بتفتح الساعة 8 الصبح. شيماء بتطلع وبتكون مهيبرة، فبيفوقوها ويقولوا اكيد صحاب شريف هم اللي شربوها حاجة، بس بيقولوا لهم ان سواق ابو داليا اللي حط لها البرشام في العصير. وبتقعد تهرتل بالكلام وتقول انها بتحب شريف وكان فتى احلامها وكلام كتير تحت تأثير الحبوب، بس السواق بياخدها عشان يفوقها. النور بيقطع في البيت، شريف بيولع شمع وبيفتكر كلام مراته لما قالت له الشمع ده هيكون لي لازمة في يوم. بتقعد شيماء مع كحول السواق وبتقول له انا موافقة ان اتجوزك. بتيجي ام داليا تقعد مع ابو شريف وبتقول له عاوزين نتكلم مع بعض كلام عقلاني، وبتقول له المفروض شريف يصرف على ابنه، بس بيقول لها ان 35,000 مبلغ كبير وشريف ما معهوش، فبتقول له انا هخفض المبلغ ل25,000. فبيقول لها لو شريف معاه مش هيستخسر في ابنه اي حاجة. بيقف شريف مع حماه وبيقول له احنا بنحب بعض، بس انا مش عاوز علاقتي بمراتي تكون زي علاقتك انت، وبتسمع كلامها وتهزاك قدام الناس. بيتكلم عن داليا قد ايه بيحبها وانه كان بيحلم بيها، وداليا وهي معدية بتسمعه. بيبدأوا ينزلوا بوستات على النت انهم محبوسين في بيت وانهم بيتعاملوا بهمجية. الموضوع كبر وقعدوا ينزلوا بوستات كتير على النت. شريف بيقول لأبوه مصر كلها عرفت ان بيتي فيه خناقة. بيتجمعوا صحاب شريف وبيقعدوا يشربوا سجاير ويهزروا مع بعض، والعيلتين بيقفوا يتخانقوا مع بعض على البوستات اللي نزلوها، وبتخلص الخناقة. وبيقابل شريف داليا في الطرقة ويقول لها عاجبك اللي بيحصل ده، وبيتكلموا مع بعض.
وشريف بيقول لها اهلي واهلك واصحابي واصحابك شافوا كل حاجه واتدخلوا في الموضوع زياده، بس بتكون متضايقه وبتقول له فكر هتأمن مستقبل ابنك ازاي لما نسيب بعض، وبتسيبه وتمشي. بيكون كله متجمع يلعب بلاي ستيشن، وبيدخل شريف يقعد معاهم عشان يفك شويه عن نفسه. بتشوفهم داليا وبتدخل تقول ان الرجاله مش هاممهم غير القعده الحلوه وبس. بيكون ابو شريف واقف بره الحمام بيخبط، وابو داليا بيكون جوه في الحمام. وهو بيخبط الباب بيفتح، العقرة بتكون مفوته. بيدخل وبيكون ابو داليا محتاج حد يديله الحقنه، فابو شريف بيقوله تعالى اديها لك انا بعرف. بيخاف ياخد الحقنه وبيلف، والحقنه بتيجي في بطنه وبيتحرك بسرعه، فبيقع على دماغه وبيتخبط وبيغمى عليه. بيكون شريف وصاحبه قاعدين وبيدوروا على مهدي صاحبهم اللي يكون عمل حاجه، وبيطلع شريف عشان يدور عليه. ابو شريف بيرن عليه وبيحكي له اللي حصل، ويقول له ما تخليش ابنه يقرب من الحمام لحد ما يفوقوا ابوه. بيدخل تاني شريف وبيحاول يلعبه بلاي ستيشن عشان يخليه ما ياخدش باله. وابو شريف بيكلم مراته تقعد مع ام داليا وما تخليش حد يقرب من الحمام، بس مراته بتدور عليه وبتخبط عليه في الحمام ومش بتلاقيه، وبتنادي لابنها عشان يشوفوا ابوه. ابو داليا بيفوق بس بيزعق وبيعمل صوت، فابو شريف بيخليه يسكت وبيقول له لو زعقت والموضوع اتعرف هيحصل كارثه، وفي واحد بره معاه سكينه علشان محدش يتأذي. بيقرر انه يطلع ويقول لهم انه اتزحلق وانهم دخلوا عليه عشان ينقذوه. مراته بتزعقله عشان ما قالهاش وخلاها قاعده تدور عليه، وبيتخانق معاها وبيقول لها انا مش هاجي على كرامتي تاني، وبيطلقها. بيقعدوا كلهم مع بعض وبيتصدموا ان ام داليا وابوها اتطلقوا. بيسمعوا صوت ام داليا بتنادي وبتقول ان معاها بنزين وتولع حريقه صغيره علشان المطافي تيجي وتخرجهم من هنا. وشيماء بترمي ازازه البنزين في النار والبيت كله بيولع وبيحاولوا يطفوه. بتوصل المطافي بسرعه وبتطفي الحريقه دي. بيقولوا لعمال المطافي ينزلوهم من هنا، بس بيقول لهم يقدروا ينزلوا من على السلم، وبيقول لهم في حريقه تانية في مكان تاني لازم يتحرك. ومش بيفهم ان الباب مقفول ومش عارفين ينزلوا، وبيسيبهم ويمشي. بيطلع عليهم الصبح وبيكون شريف واقف مع ابوه وامه، وابوه بيقرر يعمل العمليه بتاعته، وامه وشريف بيفرحوا. بتدخل داليا تقول له الصبح جه، رن على الحداد يجي يفتح الباب. كمان ابوه بيشكر داليا انها رمت السكينه وهي اللي خبتها وقت الخناقه عشان محدش يتأذي. بيجي الحداد ويفتح الباب وكله بيكون عاوز يخرج ويمشي، وبيلاقوا داليا وشريف في اوضتهم وبيهزروا مع بعض، وبيقولوا لها انت غيرت موقفك، فبتقول لهم امشوا كلكم وسيبوني. الناس بتبدأ تبعت لهم كلام على البوستات اللي اتكتبت، واصحابهم بيبدأوا يكلموهم انت ازاي استحملت كل ده، بس بيقرروا يقفلوا كل ده وبيدخلوا يناموا بعد اليوم الطويل ده. وبس بيخلص الفيلم على كده. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده، شكرا.